اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل الليفت بطريقة سهلة ودي المقادير. اول حاجة هنجيب الليفت ونبتدي نغسله كويس قوي، وبعد ما نغسله هنبتدي نقطعه من تحت بحيث يكون معانا بالشكل ده. وبعد كده عندنا البنجر برضو هنبتدي نغسله كويس ونقشره وبيكون معانا بالشكل ده. وعندنا الخل وعندنا الملح. وبعد كده هنجيب برطمان معقم، وطريقة سهلة لتعقيم البرطمانات هسيبها لكم في رابط اسفل الفيديو ده. ويعني هو على حسب برضو كل واحد وعلى حسب الحجم اللي هو عايزه، عايز برطمان كبير صغير كل واحد وعلى حسب الحجم اللي يريحه والكمية برضو. بعد كده هنقطع الليفت بالشكل ده، او ممكن برضو على اي تقطيع احنا نحبه، عايزينه مدور عايزينه مستطيل تخين رفيع، كل واحد وعلى حسب الرغبة بتاعته. ودلوقتي هنمسك الليفت ونحط عليه معلقة ملح واحدة بس، يعني الملح عندنا معلقتين، هنحط دلوقتي معلقة ونبتدي نسيبه حوالي ساعتين، نغطيه ونسيبه من ساعتين ل3 كده من غير حاجة خالص. بعد الساعتين بيكون معانا عمل مية كده من تحت زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي دلوقتي ننقله في البرطمان. هنبتدي ناخد الليفت بتاعنا ونبتدي نحطه في البرطمان زي ما حضراتكم شايفين. هنحط جزء وبعد كده هنجيب البنجر نقطعه صغير، برضو التقطيع على حسب الرغبة سواء صغير او كبير بالشكل ده. يعني نعمل طبقة وطبقة، طبقة ليفت وطبقة بنجر. بس طبعا البنجر مش كتير، يعني احنا يعني الكيلو الليفت عليه بنجراية واحدة زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعد كده المية المتبقية اللي هي اللي احنا كنا ناقعين فيها الليفت هنبتدي نزودها بمية مغلية باردة، يعني نغلي المية وبعدين نسيبها تبرد. هنحط اول حاجة الملح، وبعد كده هنحط المية مع الخل حوالي ربع كوباية على الكيلو، ونبتدي نقلب الخل مع الملح مع المية. وبعد كده نبتدي نصبهم في البرطمان بتاعنا. ولو احتاج مية زيادة، يعني المية مش بالمقدار، المية لغاية ما تتميلي بس يتميلي البرطمان بتاعنا لغاية فوق بالشكل ده. وبعد كده بنقفل البرطمان وبنسيبه يعني حوالي هيقعد 3 ايام تقريبا في المطبخ عادي. ولما بيخلص بناكله بألف هنا وشفا. اتمنى الوصفة تكون سهلة وعجبت حضراتكم. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. ممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة امام حضراتكم. والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.